السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. طمنوني عليكم. عنوان الفيديو هو صح، أنا ما لقيتش أي كلام غير إن أنا أقول عنوان الفيديو ده سلفتي بتغير مني. طيب ليه؟ بتغير منك ليه؟ بص يا جماعة، اللي بيغير من حد بيبقى في حاجة عنده أحسن من اللي عنده هو، من عند اللي بيغير. يعني أنت مثلا عندك حاجة أو بتعملي حاجة بتغير. اوعي تقنعيني ان هي بتغير منك عشان انت نضيفة في بيتك، بتروقي بيتك. لا، لان الحاجات دي هي ممكن تسخن وتروح تروق بيتها وتنظف بيتها وتعمل كل حاجة. انها بتغير منك علشان انت بتجيبي حاجات مش عندها، بتعملي حاجات ما هي ما بتعرفش تعملها، بتجيبي طلبات هي ما بتجيبهاش. طيب الكلام ده ايه؟ الكلام ده منك انت، داري على شمعتك تقيد. ما تروحش تجيبي لي تليفون وتنزلي تقولي لها بصي يا ام فلان انا جايبه تليفون وجايبه وجوزي قال لي وجوزي عمل لي وجوزي سوى. لا، كده غلط. يعني غلط عليك انت، هتقابلي غيره وهتقابلي حسد وهتقابلي حقد. فاهماني؟ ما تروحيش تعملي اكل وما تنزلهاش، نزلي لها من الاكل اللي بتاكليه، نزلي لها من الاكل اللي بتعمليه. الحاجة اللي انت جبتيها وهي ما ينفعش تجيبها او ما بتعرفش تعملها او تجيبها، ما توريهاش. ما تروحيش تجيبي طقم جديد وطرحة جديدة ودنيا وحكاية وتيجي توريها لها وتقولي دي بتغير مني. لا، انت اللي غلطانة. انت حتى لو كانت نيتك صافية ونيتك خالصة ان انت مش قصدك اي حاجة، لا، انت هتقابلي غيرة وهتقابلي غل وحقد ونفسنا. انما انت لو داريتي على حاجتك قولي اللي انت سلفاهم. يعني طلعي حاجتك ديت اللي انت جايباها، طلعيها في مناسبة وسلفاهم. سلفاهم من اختك، من بنت خالتك، سلفاهم مطرح سلفاهم. انما تيجي هتفضلي تقولي بص يا فلانة وبص يا علانة، ده انا جايبة ومسوية وجوزي جاب لي وجوزي عملني، والتانية الله اعلم بظروفها هتبقى عاملة ازاي، جوزها معاه ولا معهوش، بيجيب لها ولا ما بيجيب لهاش، هي اساسا ظروفها ايه. فيا جماعة راعوا ان في ناس ظروفهم ما بتسمحش ان يجيبوا او يعملوا. فرجاء داري على شمعتك تقيد. ده اول حاجة. يعني انا بتكلم بصفة الاخت اللي بعتها ان سلفتي بتغير مني دي، داري على شمعتك تقيد. طيب في حاجة تاني احنا يعني بنأكد عليها لا مؤاخذة، حاجة احنا بنأكد عليها وبنقولها للناس كلها. يا جماعة راعوا شعور الناس، راعوا شعور الناس اللي محتاجة، راعوا شعور الناس اللي مش قادرة تجيب. انما تجيبوا وتقولوا احنا بنجيب وبنعمل وتضايقوا الناس، لا. حتى لو مش قصدكم فهم بيتضايقوا. احنا بنقول لاولادنا ما تاكلوش حاجة من الفاكهة والحاجات الغالية في الشارع، ما تطلعش بيها في الشارع، علشان في اولاد نفسهم في الحاجة دي واهلهم مش قادرين يجيبوا. فما تجيبوش حاجة يا جدعان وتبصوا لنفسكم بس. خلي حاجتكم يا جدعان بينكم وبين بعض في بيتكم. جوزك جابلك، جوزك عملك، ما تقوليش يا جدعان كده. انتوا بتأذوا بعض وبتأذوا نفسكم قبل اي حاجة. يعني انا قلت اللي عندي في الموضوع ده، لان انا مش هاجي معاكي عشان هي بتغير منك. لا، انا صلحي من نفسك، شوفي ايه اللي بيخليها تغير منك وما تعملوش. يلا، واخر كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.